عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الشوطين ماتش الزمالك وبتروجيت، الزمالك الشوط الأول انتهى مع بتروجيت بالتعادل 0-0. الزمالك لعب بتشكيل طبعا فيه شوية مشاكل، إن في 4 لعيبة موقوفين بالإنذار الثالث، وفي 5 لعيبة مهددين ياخدوا الإنذار الثالث، عندهم إنذارين عشان ماتش القمة مع الأهلي. ومع كده في الشوط الأولاني كانت برضو في مشاكل، الخطوط متباعدة بين يعني مفيش ربط ما بين خطوط الزمالك لعب بتشكيل محمد صبحي، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، محمود بن تايج، قدامهم دونجا ومحمد السيد وعبد الله السعيد، قدامهم زيزو وسيف الدين الجزيري ومحمد عاطف. محمد عاطف وزيزو بيعملوا سويتش مع بعض دايما، فممكن زيزو يخش في القلب راس حربة ويخش وينج شمال، ومحمد عاطف يروح وينج يمين، رغم ان هم نازلين على الورق ان محمد عاطف وينج شمال وزيزو وينج يمين. برضو محمد السيد وعبد الله سعيد بيتبادلوا الادوار شويه ما بين مركز 8 ومركز 10، دونجا اللي ثابت في مركز 6. المشكله ان الضغط ضعيف شويه من الزمالك في استخلاص الكره وفي الكره الثانيه، وان الخطوط متباعده مع بعض، ما فيش ربط، وفي بطء في حركه الكره وبطء في نقل الكره من بين لعيبه الزمالك. فهنشوف بقى بيصيروا يعني هيتصرف ازاي بين الشوطين، وهيعدل ازاي في الموضوع ده، وتعليماته ايه اللعيبه. اتمنى ان يلحقوا في الاول الشوط الثاني يخلصوا الموضوع ده عشان الماتش ما يتكهربش، ويحاولوا يعني يسجلوا اهداف وياخدوا الاسبقيه في المباراه، عشان الماتش ما يتكهربش وفي اللعيبه عندها انذارات، ويبدا يريح اللعيبه، ويبدا بقى يعني لو عرف الزمالك يتقدم وكده والامور بدات تمشي في استقرار شويه، يبدا اللعيبه اللي خايف عليها من الانذار الثالث يطلعها. بس اهم حاجه ان احنا نهدف، وان احنا الاول 3 نقط اللي احنا فيهم دلوقتي. يلا، السلام عليكم.